بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا تاني حاجه من شغل النواعم، معانا البيدوفور. اللهم بارك، كانت حاجه تحفه. عايزه اقول لكم ان احنا خلصنا نصه. احنا بنحب النواعم، فانا خلصت نصه بامانه يعني. انا بعد ما زينته كده احنا قعدنا ناكل منه كتير قوي. بس وانا بزينه هقول لكم الميزان بتاعه كان قد ايه. وطبعا خلينا بس نبدا في الفيديو الاول بتاعنا كده، وبعد كده نقول لكم شويه تفاصيل صغيرين. معانا المقادير: كيلو دقيق شلت منه 3 معالق، علشان طبعا احنا هنستخدمه بالكيس، مش هنستخدمه بالمكنه. معايا 750 جرام زبده، والزبده تكون سايحه، يعني ما تكونش سايحه قوي تبقى. ومعايا 350 سكر. انتوا لو عايزين السكر قليل بتحطوا 300، مش عايزينه ياما حطوا 350. هو ما شاء الله 300 كانوا، ال 350 كانوا مظبوطين جدا معايا. ومعانا 3 بيضات، معانا 2 سلام، وهاخد البيضة هاخد بس منها الصفار، يعني التالتة دي هاخد منها الصفار بس. يبقى احنا معانا كده 3 بيضات، 2 سلام، وواحدة بس صفار بيض. هنحط عليهم كيسين فانيليا. انا عايزة اقول لكم والله العظيم كل تفصيلة في قلب الفيديو ما بسيبش حاجة لما بقولها عليها. يا ريت تدعموني كده واللايك بتاعكم الحلو وتشتركوا في القناة. وانا بسيب لكم يا بنات مقادير من بتاعة النواعم، انا بسيبها في صندوق الوصف. تمام، عشان اللي بيخش يسألني بيقولي فين المقادير. المقادير مكتوبة تحت في صندوق الوصف، تحت الوصف بتاع الفيديو. يعني اتعبي نفسك كده وخشي شوفيها. وكمان اللي بيقعد يسألني على حاجات انا ببقى شارحاها اصلا في الفيديو، انتوا مش بتتفرجوا على الفيديو في الاخر، عشان كده انتوا مش بتستفادوا منه. انتوا شوفوا اللي انتوا عايزينه، يعني اتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره، عشان لو في حاجة انا ما قلتهاش اسألوني عليها في التعليقات عادي، ما بقاش انا قايلاها يجوا تقولوا لي يا مسلم انت مش عارفة ايه، فانا ببقى قايله الكلام في الفيديو. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه علشان ابقى ماشية معاكم واحدة واحدة. طبعا ضربت السكر مع الزبدة حلو جدا، نزلت عليهم بالبيض، بس كل بيضة لوحدها ماشي. وبعد كده انا بعد ما خلاص هحط الدقيق على الزبدة، شلت منه معلقتين تانيين علشان انا هزودهم تاني في الاخر، بس على الفانيليا. والشوكولاتة هحط عليها معلقتين كاكاو، عشان لو عايزة تعملي نص كده ونص كده زي ما انا عملت. معايا 3 تبات، التلات تبات انا هستخدم منهم 2 اللي هيطلعوا شكلهم حلو معايا. هما التلاتة يعني يعتبر نفس الشكل، بس السنون بتاعتهم هي اللي بتبقى ضيقة وبتبقى واسعة. انا صورتها لكم كده ويا رب تكونوا شفتوا الارقام بتاعتها. طبعا انا هبقى مشغله الفرن قبلها، عشان طبعا انا هسيبه، بس احنا اصلا مش بنريحه في التلاجة، يعني انا بسيبه اشكله كله مره واحده، وبعد كده ادخله الفرن ورا بعضه. انا بخلص الصاجات كلها مره واحده واقوم مدخلها الفرن، مش مثلا بعمل صاج واحد واحطه لغايه ما اعمل التاني يكون طلعت ده، لا انا بدخلهم كلهم ورا بعض، يعني بحط الاولاني ورا التاني، يعني بشكلهم كلهم مره واحده، وبعد كده بحط بقى ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصواني اللي هتبقى بالشوكولاته انا هحط معاها حبيتين كده، واحدتين من الفانيليا، علشان خاطر اشوف الشوكولاته يعني استوى معايا ولا لا، علشان خاطر الشوكولاته بتبقى غامقه فمش بتبين معانا ان هي استوى. في بقى صينيه تانية هيبقى فيها كده في النص شوكولاته، هما دول كانوا متبقيين مني مش جايين في الصينيه التانية، فحطيتهم مع الفانيليا. انا هكون مشغله اصلا الفرن جنبي لغايه اما يسخن خالص، وهدخل يعني صينيه ورا صينيه. طبعا انا بظبط الحراره زي ما انا قايله لكم في الفيديو بتاع البسكوت، ان انا قفلت المنظم للنص علشان البيدوفور او البسكوت بتاعي ما يتحرقش مني. بس طبعا ازاي؟ انا لازما والله العظيم عايزه اقول لكم في اي حاجه، يعني في كل سنه انا بعمل فيها نواعم لازما في صينيه تطلع مني محروقه. البسكوت طلع مني صينيه محروقه، البيدوفور طلع صينيه محروقه، بس الحمد لله يعني انا بحمد ربنا ان هي بتيجي في حاجات بسيطه زي دي، بدل ما تيجي فيا او في الاولاد بيبقوا قاعدين معايا في المطبخ. فالحمد لله يا رب ان هي بتيجي في حاجات صغيره زي دي. الحاجات دي انا ما بزعلش عليها نهائي، يعني الحمد لله خدت الشر وراحت. اهم حاجه بس عندي عيالي يكونوا سلام وما يبقاش فيهم اي حاجه وحشه. حد كان بيقول لي طب انتي هتحفظي الحاجات ديت ازاي لغايه اما تيجي تشتغلي، او لغايه اما تيجي تطلعيها اوردرات؟ شوفوا انا عملت ايه، يعني الفيديو هيوضح قدامكم اكتر ما انا هقول لكم. انا جبت كرتونه من العلبه اللي انا بحط فيها
الشغل بتاعي اللي هو التورت، خليت الحتة اللي هي اللي فيها الاسترتش اللي هي متغلفة، اللي هي مثلا مش هتشرب مني الزيت، انتوا فاهمين، او السمنة او الزبدة. يعني انا قلبت الكرتونة، خليت اللي بره جوه واللي جوه بره، يعني انا قلبتها وايه، وهرص فيها، هحط برضو كيس احتياطي علشان خاطر الحاجات دي هتقعد عندي شوية لغاية اما اخلص بقية الحاجة التانية واطلعها. فقلبت كده وحطيت فيها كيس، وحطيت فيها عبيت بقى البيدفور اللي هو بالشوكولاتة لوحده والفانيليا لوحده. وطبعا عشان لما اجي ازين، انا هزين تاني يوم على طول، ف ما يفضلوش معايا على الصينية يطروا، وفي نفس الوقت ابقى محافظة عليهم ومحافظة على القرمشة بتاعتهم. وما شاء الله كانوا بصوا حاجة كده دايبة وناعمة وماسكة في نفس الوقت، يعني علشان خاطر احنا بنطلع اوردرات من دي، الحاجة ما تبقاش دايبة دوب ان هي تتكسر وتتبهدل مننا، وما تبقاش ناشفة قوي، يعني دي في المتوسط بتاعنا. بالسلاح الجديد اللي هو في السوق الايام دي، البسكوتة الاولانية طالعة تخينة خالص، والبسكوتة التانية اللي انا كنت شغالة بالسلاح اللي انا جبته من فوق، يعني السلاح اللي هو القديم اللي انا جبته من فوق اللي انا شغاله بيه البسكوت اللي كان في الفيديو اللي فات، ما شاء الله كان حلو ازاي، كان حلو وكان رفيع كده وصغير وجميل ما شاء الله. امال التاني كان تخين ومقلبص كده، ما كانش حلو خالص، يعني انا والله ما عجبنيش، فعشان كده عملت بقى ايه من اللي هو السلاح التاني. طبعا انا بقى هاجي ازين تاني يوم، يعني انا حفظته كده في العلبة بتاعته. كده بصي لو قعد معاكي 3 4 شهور ما يجرالوش اي حاجة، بس اهم حاجة تقفلي عليه حلو، وتحطيه في كيسة كده علشان خاطر الهوا وما يحصلش فيه اي حاجة. تعالوا بقى اما اقولكوا احنا سيحنا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة عادي، زي سيحتها على بخار مية. جبت طبعا بقى اسبريت فستق ولوتس، احط هنا مثلا 3 4 معالق، وبرضو في اللوتس 3 4 معالق، بس لو حسيتوها تقيلة بتزودوا شوية من الشوكولاتة الخام. ما بتفصلش معاكم، مش ان هي مثلا تفصل وتخلي الزيت فوق الوش او كده، لا هي ما شاء الله كانت جميلة جدا، وطعمها كان حلو، وما شاء الله بتنشف بسرعة، يعني ما بتاخدش وقت لما بتيجي تنشف وكده، ما شاء الله كانت جميلة خالص، وكانت حاجة كده فوق الروعة. عايزة اقولكم والله العظيم احنا خلصنا نصه، يعني من كتر حلاوته ومن كتر جماله بطلع منه كل يوم وبناكله منه. طبعا ما شاء الله عليه. كان حاجة كده طعمها تحفة. طبعا الزبدة الفرن اصلا طعمها جميل جدا في اي نواعم وفي اي شغل، فما شاء الله كانت حاجة كده فوق الروعة. طبعا بقى انا هرص كلاته قدامي كده على الصاج، انا حطيت كيسة على الصاج عشان الشوكولاتة اللي هتقع مني اقدر ان انا المها تاني، مش مثلا تتحط في الصاج واروح اغسل الصاج وارجع تاني وكده، لا الكيسة ديت ما شاء الله هتلملي الشوكولاتات اللي هتقع مني كلها، وهعرف اشيلها وهعرف ارص اللي هو بالشوكولاتة تاني. دي اسهل طريقة ممكن تقفلي بيها البيدفور، يعني واحدة فوق التانية ورا التالتة كده، فما شاء الله هيبقى معاكي سريع جدا وسهل خالص خالص. انا هرصه كله مرة واحدة، واقوم حاطة بقى، انا مسيحت شوكولاتة خام وهلزق بيها، بس طبعا بقى في الحتة دي عايزين ايديكم تبقى سريعة شوية عشان خاطر الشوكولاتة، يعني انتوا لو غبتوا الشوكولاتة هتنشف. وكمان عايزة اقولكم يعني انا هنا في الارياف والجو عندي هنا برد وكده، فما شاء الله في ثانية لقيت الشوكولاتة بتنشف مني وعدت عليها تاني، يعني عدت على اخر حبة، كانوا 5 6 اللي فاضلين كده، عدت عليهم تاني حطيت عليهم شوكولاتة علشان خاطر بتنشف بسرعة. طبعا بقى هنيجي وننزل في اللوتس، وبعد كده ننزل في الفستق اللي هي بالفستق، وما شاء الله طعمهم تحفة وحاجة كده الله اكبر عليها، كانت الطعم والشكل حاجة اللهم صل على النبي. طبعا انا هبقى معاكم هنا لغاية اما اجي ازين الصاج اللي هو بالشوكولاتة. انا جيت ان انا ازين اللي انتوا شايفينهم على طول قدامكم ده، اللي هو باللوتس وبالفستق وبالشوكولاتة البيضة والبني. مش عارفة انا والله كنت سايبة الكاميرا شغالة، وقلت طبعا هي بتصور وما خدتش بالي ان هي اصلا الكاميرا فاصلة، مش هزين معاكم اول حاجة اللي هي بالفانيليا دي، بس هزين معاكم ان شاء الله اللي هي بالشوكولاتة. بس زعلت جدا جدا لما انا
لقيت الكاميرا فاصلة وما زينتش ما زينتش معاكم في الكاميرا، والله العظيم زعلت اوي ان بصراحة كان، بس بصراحة التزيين بتاعه كان رقيق جدا وتحفة بصراحة يعني، كانت حاجة كده تحفة ورقيقة جدا وما شاء الله عليها. والله زعلت جدا لما لقيت الكاميرا فصلت. طبعا احنا الحاجات دي كلها ان شاء الله لما اخلص برضو الكحك والغريبة والصابلي، آه هعمل بقى اطباق مشكلة. الاطباق المشكلة هتبقى نصاص ان شاء الله، وديت هتبقى حاجة كده تحفة صغنطوطة كده. شفتوا بقى الجمال؟ شايفين الجمال؟ كان نفسي اوي ان انا ابقى معاكم كده وبزين التزيين التحفة اللي عدى ده. التزيين كان تحفة اوي، كان رقيق جدا وشكله جميل وحاجة كيوت كده. بصوا انا ما بحبش اللي هي البيدوفور اللي هو التخين المقلبص ده، لا بحب اللي هي تخش البق مرة واحدة مش تتقطم مرتين. دي حاجة كيوت صغنطوطة كده بصراحة. انا بحب الحاجات اللي هي الصغيرة اللي هي بتتحط في البق مرة واحدة، مش ان هي تقعدي تقطمي منها وتاكلي منها وكده، لا. الواحدة تخش البق على طول كده تستطعمي بالطعم بتاعها بالمكسرات بتاعتها بكله. انا هنا مزينة كل حاجة بالمكسرات، مفيش بس الا كان باللولي اللي هو الصغير اللي هو عامل زي الذهبي ده، وبرضو اللي هو الفضي، يعني انا زينتي بده وبده، بس هما دولت اللي كانوا معايا من غير مكسرات. امال بقية الشغل كلته كان بالمكسرات. وعملت برضو حوالي 15 واحدة كده بالبوست الهند، ما شاء الله كانت جميلة برضو، كانت حلوة اوي. وايه تاني يا ربي، وعملت بالورق الذهبي، عملت برضو كذا واحدة بالورق الذهبي كده، ما شاء الله كانت حلوة برضو، كان في التزيين رايق جدا وكان شكلهم تحفة. طبعا بقى انتوا كده عرفتوا كل حاجة وعرفتوا المقدار قد ايه. تمام. يا ريت ابقى قايله لكم كل حاجة في الفيديو، اتفرجوا للفيديو على الاخر، والله العظيم انا بتعب عشان خاطر اوريكم حاجة زي كده. يعني يا ريت يا ريت تدعموني وتحطوا لي اللايك بتاعكم القمر الحلو. انا مش محتاجة منكم اي حاجة غير الاشتراك بس واللايك بتاعكم العسل. ويا ريت دعوة حلوة كده في التعليقات علشان اقدر اكمل شغلي، علشان بصراحة انا مش قادرة اقف على رجلي نهائي، والله تعباني جدا، وباجي على نفسي برضو وبعمل الشغل علشان خاطر اوريلكم كل حاجة خطوة بخطوة، وابقى معاكم في كل حاجة يعني ما سيبكمش، عشان طبعا انت لو هتشتغلي ولا حاجة يبقوا عارفة دنيتك وعارفة هتطلعي ايه وتعملي ايه. معايا العلب دي انا كنت مفكراها هتاخد كيلو، بس انا لو زنقت شوية هتاخد، بس هي ما اخدتش الا نص كيلو بس. هي اخدت بالظبط 600 جرام. اخدت مني 600 ما شاء الله. انا قلت هجربها كده واشوفها، لو حلوة هجيب منها واعبي فيها. بس ما شاء الله يعني انا ظبطتها، اخدت مني نص كيلو. بصراحة مش عارفة كام واحدة ما عدتهمش. عايزة اقول لكم اللي هو البيدفور ده كله بعد التزيين اللي انتوا شايفينه قدامكم كان 2 كيلو و100 جرام، طبعا غير اللي اتحرق وغير اللي احنا اكلنا منه من غير تزيين. يعني هو اصلا يعني بعد التزيين الكيلو الدقيق بعد التزيين المفروض يطلع لي 2 كيلو ونص او 2 كيلو وربع، يعني معاكي من 2 كيلو وربع ل2 كيلو ونص، علشان طبعا هي المكسرات والشوكولاتة والحاجات دي بتوزن جامد قوي. هتغلفيه تاني ازاي يا مسلم وهيقعد معاكي بالشوكولاتة ديت وهيفضل معاكي كويس ازاي بالشوكولاتة وبعد التزيين؟ هعبيه برضو في نفس العلبة وفي نفس الكيس، بس طبعا وانا بعبي كل صف اقطع كيس من اكياس اللبن دي كده، هقطع من اكياس اللبن واقوم رايحة حاطة ما بين كل طبقة كيس علشان خاطر الشوكولاتة ما تطبعش فوق بعضها ويبقى شكلها مش حلو، والشكل في الاخر يبقى متبهدل وما يبقاش شكله حلو ورقيق زي ما كان ظاهر قدامكم. طبعا بقى هرجع اقفل عليها تاني، مش هسيب اي حاجة سليمة خالص، مش هسيب اي حاجة خالص مفتحة، يعني هقفل عليها بلزق كده من هنا ومن هنا، وبرضو هقفل الكيس من جوه اربطه ربطة حلوة علشان خاطر مفيش اي هوا ومفيش اي حاجة تخش له. اللهم بارك، كانت حاجة كده تحفة وطعمها خطير خطير.
يلا يا حلوين، اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، واستنوا مني كل جديد وكل حاجة حلوة، والطعم والله العظيم انا مش هحلف لكم كتير، يعني انتوا جربوا وشوفوا. مع الف سلامة.